وحشت ابد ما تقوم. شلون الامور؟ شلون الصحة؟ برنامج طباب خير، هدايا وجوائز واسئلة وقفشات من قناة رشيد الفضائي. تشاركون؟ نشارك عادي. تشاركون. ابو ايش؟ ابو ياس. ابو ياس، كل هلا. اختي مياس شلون الصحة؟ اهلا وسهلا. شلون الامور؟ وين ياس؟ ياس شلونك ياس؟ خل اجي منك. شلون الصحة؟ تبي ياسط؟ رابع ابتدائي لو متوسط لو اعدادية؟ لو بالكلية؟ ابتدائي؟ شاطر؟ يا الله ربي يحفظك وان شاء الله النجاح الدائم. ابو ياس، برنامجنا عبارة عن اسئلة واجوبة. نروح هناك بهاي الحديقة الحلوة لو نبقى هنا؟ شباب شو تقولون؟ بالحديقة؟ نسألكم انتم الاثنين نشوف من اللي معلوماته اقوى، الزوج والزوجة عندما يتحدون، لو البنية الشابة او الرجل الشاب اللي بعده اعزب. من اللي ينتصر؟ المتزوجين لو الشاب؟ شو تقول انت؟ المتزوجين. طبعا المتزوجين الاثنين وهذولك واحد. اكيد المتزوجين مو؟ طبعا ان شاء الله. ابو ياس، طبعا راح اوصي الكادر انه يشوف لنا احد المتسابقات الموجودات محمد او احد الشباب حتى يجي ينافسهم بين ما ابلش وياهم. متفقين؟ متسابقة؟ حلو، عاشت ايديكم شباب. طبعا انا حكيت لهم الفكرة. الاسم؟ زينة تعي هنا يمي. ابو ياس واختك ام ياس متسابقين من قناة رشيد الفضائية. راح نسوي مسابقة نشوف من اللي يقدر يجاوب، البنية الشابة لو المتزوجين عندما يتحدون سويا منو معلوماته اقوى. هذا المايك لكم، خلوه يمكم. الك يمك. اعطينا المايك الثاني. حلو، عاشت ايدك. السؤال سألتهم، حيوان ابن آوى معروف هذا الحيوان، شنو جمع ابن آوى؟ ما عرفتي؟ لا ما عرفت. ما عرفت. شنو جمع كلمة ابن آوى؟ هسه الأسد أسود، ابن آوى ما لها جمع. ما له جمع؟ لا. شلون؟ ما لها جمع يعني واوية مثلا يعني لا. طبعا ما راح أعطيكم الجواب، راح أقولها أنا بنهاية الحلقة بما أنه ما عرفتوا. ننتقل إلى الأسئلة الاجتماعية اللي تخص حياتكم. ماشي؟ يلا. لو رجع بيك الزمن، لا تخلي بس خليه قريب عليه. حلو. لو رجع بيك الزمن لي ورا قبل الزواج ولقيت شابة نفس شكل، قلت شو اسمك العفو؟ زينة. زينة؟ زينة. بعد ما متزوجة زينة؟ لا. ربي ان شاء الله يوفقك لا طبعا هي هاي الحياة، يوم إلك يوم عندك ويوم ما عندك عادي. يعني عادي لو الين امام الكاميرات تريدين تقولين؟ لا والله عادي. كلش عادي؟ عادي. لا. زين، هسه خلينا نشوف من اللي جوابه افضل. خلينا نشوف زينة الشابة. نعم. بينه متزوجة وعندها تجربة، انت بعد ما عندك هاي التجربة متزوجة وما داخلة بهاي التجربة الكبيرة بالحياة. خلي وجهنا هيك على الكاميرا دائما. زينة، لو كان زوجك المستقبلي ما عنده ولا فلس، والله هي المرأة الأصيلة أكيد توقف يم زوجها طبعا، زين. خصوصا إذا يكون يعني نفس أبو ياس، يعني الله يحفظه إلك، بس قصدي نفس رجولته فأكيد. قصدك ماذا اختم يعني مثل ابو ياس لو شنو؟ إيه نفس مواصفاته يعني. زين انت ما عرفتي يعني بعد شو ما تعرفي؟ لا مو مبين الكتاب من العنوان. يعني قصدك على الشكل إيه. الخارجي انه إيه. لو مثل هيك الشكل طبعا. اي شنو جوابك اذا ما أكيد عندك فلوس؟ أتحمله. تتحملين؟ أيوة أبقى وياه طبعا. حلو، عاشت ايدك. بعدين اكيد هم الموجودين الكادر راح يقرروا منو اللي جوابه اسلم. شو تقولين جوابك اصح لو جاوب؟ اي مو انت ما عرفتي، يعني ما عرفتي انت الانسان هو بالعشرة، ايش عرفتي من عنده؟ ما يخالف، مو الكتاب مبين من عنوانه أكيد. الله يخليكم إن شاء الله. الله يسلمك. زين، خلينا ننتقل للسؤال الاخر اللي يقول لو كان اهلك بكفه وزوجك بكفه، انت مع منو تكونين؟ مع زوجك لو مع اهلك لو مع الحق لو شنو؟ لا طبعا مع الحق. مع الحق. طبعا مع الحق. مع الحق، لا ويا زوجك ولا ويا اهلك، منو مع الحق تكونين وياه؟ الحق يعلى ولا يعلى عليه. عاشت ايدك. السؤال الك، لو كان زوجك بكف المستقبلي ان شاء الله واهلك بكف، مع منو توفي؟ ما تزعلين؟ لا علي من دازع، هو اول والثاني الي. اي بالعافيه. اذا زوجي نفس ابو ياس لا اكيد ابيع الدنيا كلها على مود. حلو جواب صريح يعني هو اهم اكيد. يعني
ما اعرف اكيد ايضا الشباب هم اللي راح يحكمون منو اللي جوابه اكثر منطقيه، واكيد المشاهدين راح يعرفون يا ترى جواب المتزوجه واللي عندها تجربه بالزواج والحياه الاجتماعيه لو الابنيه اللي ما متزوجه. يعني قصدك اذا كان مثل ابو ياس اي طبعا اكيد ححارب الدنيا كلها على موده. تكونين وياه طلعت كل شيء تتحمل هي خاطر ابو ياس. طبعا لا العفو لا تقول لو كان مثل لا مثله يعني ان شاء الله يديمكم تبقون الله يحفظكم ان شاء الله الحياه سعيده. السؤال الاخر يرزقك بواحد مثله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب السؤال الاخير يقول لو لا سمح الله احنا ترى برنامجنا ترفيهي وما يعني ازعاج اكو شيء لا عادي يعني عادي افتراضيه. السؤال الاخير يقول لو كان زوجك في يوم من الايام معصب وضربش مد ايده عليك تتحملين الموقف؟ لو على اقل تقدير شويه تزعلين؟ لا طبعا شويه ازعل. تزعلين يعني اذا كنتي انت يعني ما غلطانه وضربك؟ اي ما غلطان بس احتمال هو عصبي ساعات عصبيه وعادي. تزعلين شويه؟ ازعل شويه المهم تزعلين وبعدين هو يجي يراضيني. تزعلين زوجي اول وتالي إلي. حلو طبعا اكيد. لو كان زوجك معصب وانت ما غلطانه ومد ايده وضربك؟ لا فدوى له هو غير رجال. يعني شنو؟ ما دافتين يعني اذا أنا مو حكيتها قبل شوية ما أعرف خاف تزعل يجوز أمي. إذا ما أعرف ليش تزعل يعني أنتم فريق. مو أنا بس اسمحي لي يا زينة هي فريق احنا بدنا نحكي واقع. زين فدا أقولها أني يعني أتمنى أخذ نفس مواصفاته لأبو ياس، فإذا هو زوجي أكيد ما حزعل من عنده، هو حر. يعني يضربك هو دا يقول لك عادي. ما على العموم اخذيه لابو ياس. اخذيه عيني اخذيه بالعافيه يعني. لا هي ما تقصد ترى ما تقصد بس لا احنا يعني نحكي شيء واقع. كل شيء لابو ياس جائز. لا يضرب بعدين الشرع محلل 4 واللي مثله الشرع محلل 4. يلا تعالي هو اقتنع قبل شوي. يلا روحي يلا اخذيه حبيبتي اخذيه عجبك اخذيه مو جهاله. ما اريد جهاله يعني انت لا بس اسمحوا لي يعني انت متنازله عنه؟ اي معناها ما تريده. شلون متنازله عنه؟ تقول احنا زواجنا على حب صار لنا 13 سنه متزوجين يعني هي بعد خلاص وقت يعني اكسباير خلاص. يعني هسه الوقت الك يعني هسه الوقت دقيقة لا مو مال ضرب. دقيقة بس اسمحي لي لا مو مال تعدي دقيقة انت ضجتي اعرف؟ ربي يحفظكم ويخلي ابو ياس الك. ابو ياس معود هذا مقلب من مقلب. طباخ تعبوسيه تعال جائزتين جيبوا شباب بسرعة. جائزتين ربحتوا بالقناة. زينة مو متسابقة متشاركة ويانا. جابها المخرجات بوسه مبروك عليكم. شو تضحك؟ ليش جت الضربه فيهم ياس؟ انا ايش علي؟ لا بس قلت له قاعد تستفيد. مبروك عليكم. طلعتي اكيد؟ فما ضايجه. لا هي اذا تقول لو كان مثل زين انت شو عجبتك السالفه؟ تعال. اذا من عائله ابو ياس خلينا نشوف. طبعا ربي يحفظهم ويخلي لهم ياس. عائله طبعا ما شاء الله منسجمه وعنوان للمحبه. خلينا نشوف يا عائله راح نلتقي بها وشنو راح تكون رده فعل الزوجه. تحياتي لكم ومع السلامه. يلا للمشاهدين مستمرين مع عوائلنا الحلوه وهاي عائله بصفك هسه ليش. السلام عليكم. قناه الرشيد برنامج طباب خير بجوائز وهدايا غفشات. شاركون كل الهلا. وين رايحين طالعين قبل على حديقه الحيوانات؟ اي والله كل الهلا. ابو ايش؟ ابو حسن. ام حسن شلون الصحه؟ اهلا وسهلا. رايح حديقه الحيوانات؟ اي والله. انت قلتي له هو قال لك؟ لا نوره. زين منو اي حيوان هناك تحبون يعني توقفون يمه يا قفص؟ هم كلهم ريحتهم طيبه. صدق؟ حلوه هاي مره عدم على قد النظر يعني بس. زين
فانتوا شيلوا بخاخ وياكم ريحه هيك حتى يظل كل هلا ابو حسن الغالي وانا حسوني. حسوني شلون الصحه؟ زين. هلا بحسوني، شو اسمك؟ نور. نور. وانتي؟ هذا احمد. حمودي مو ابن ما شاء الله ربي يحفظهم، ولد اثنين وبنيه. هسه البنيه مدلله. ربي يحفظها ويخليها. ابو حسن ام حسن. عندنا مسابقه الاشاره او لغه الاشاره. واحد من عندكم يلبس هيدفون والثانيه انطيها بعض الجمل لازم توصلي لي اياه عن طريق حركه الفم. كل ما قدرتي توصلي له الجمله راح تربحين ويانا جوائز مقدمه من قناه رشيد من برنامج طباب خير. متفقين؟ من يلبس هيدفون؟ هو ها هسه خلينا يصير بيناتكم طباب خير. ام حسن هنا ايش قد ما تقدرين علي صوتك حتى يسمع يبوق الكلام من عندك. هو يقدر عاشف فيفتهم. حلو على حركة الفم يقدر يعرف. مثال عراقيه قولي له دجاج مشوي. روحي. دجاج دجاج مشوي. عيديها. دجاج دجاج مشوي. مشوي. صحيح. اول جمله صحيحه. الثانيه تقول طماطه تقلى. شلون حيسوي؟ ما اعرف. هو المشكله يا حبايبي ايش يلا. هسه متى اسوي لك حيعرف؟ ما اعرف. يلا. طماطه. طباطة شنو؟ طماطه. عيديها. عيديها. طماطه. طماطة طماطة تقلى. باقلة. تقلى. صحيح. لا تقلى. يا معود لا تضوجه. طماطه تقلى. طماطة تقلى. تقلى. صحيح. تقلى. عازف ايدك خش تصدين الجمله قيله زلطه ناعمه. حسب عين حظ. شلون حيعرف؟ لا سهله بالعكس اسهل من قبلها. يلا. زلاطه. زباطة شنو؟ زلاطه. دقيقه هاي هو عدل. طب ان شاء الله طفلكم الرابع ان شاء الله. لا ماكو يا اطفال. ماكو بعد خلاص. اكيد بس ثلاثه. انتهينا حلو بعد. انتهينا. هسه نسال هذا السؤال نشوف. يلا. زلاطه. ويا الاكل. زلاطة. زلاطه. حلو. ناعمه. ناعمة. حلو زلاطه نعم. عاشت ايدك الرابع واللي يقول هذا. هو ابو ملابس عنده حلو محل بعد. مال ملابس. حلو. بس شلون حيفهمها؟ يلا قولي لي اياه بعد. ملابس. جتي ببالي غير كذا. ملابس. حلوه. جديده. عاشت ايدك ملابس جديده. والاخير واللي يقول طرشي ابل. هو دائما الاخير لازم يكون صعب. يلا. طرشي. شرطي. لا. ها؟ طرشي. طرشي. وياي عيطي بالكتيب. طرشي. ابو العنبه. ما اعرف. خلي يقولها كامله. طرشي ابو العنبه. ابو. طرشي ابو العنبر. صحيح. طرشي ابو العنبه وثلاث حرف. ما اعرف. فلافل. حاره. فلافل حارة. عاشت ايديكم ومبروك عليكم الجائزه الاولى ربحتوها من برنامج طباب خير. واكو جائزه ثانيه هم راح تربحوها من برنامج طباب خير بعد ما ناخذ بريك ويجيبوا لي الطفايه مالت الحريق. خلينا من البريك وخلينا نشوف الجائزه الثانيه راح يحصدوها لو لا بعد ما نشوف مدى قوتهم من الاقوى. هنا قبل ما طبعا شنو؟ يا الله. حلو. اريد تفوزين عليه. اكيد هسه كل النساء يباعون يعني يشجعوش ويريدون انت دائما تكونين الاقوى. لكن دائما الرجال هم الاقوى ويقولون الرجال قوامون على النساء. خلينا نشوف هسه. كنت لابس هيدفون. سالتها قلت لها عندك ثلاثه؟ كان قلت لها ان شاء الله من يكون عندكم الطفل الرابع؟ قالت لي لا ثلاثه بس. وانا راح اسالك الك عندكم اليوم
ما شاء الله ولدين وبنيه. ما تتمنى او تفرح او تكيف يصير عندك بنوته اخت الها؟ اي طبعا. اي طبعا. يعني تصير بنيتين وولدين؟ اي حلو. لازم نعادل. تحب البنات؟ اي طبعا. 7 واقول لك ليلى. يعني لازم نعادل. انا ما علي بيبيتها تتخبط ليش قاعده ويا عيالك؟ يعني عنتش ما تقبل؟ لا نهائي. ذكرتيني تحب الولد ما تحب البنات. مرات العمات يقولون العمات مو عمتك حتى لا تزعل. يقولون العمات بصوره عامه ما تريد ابنها او كانتها تخلف هوايه، صح؟ لا بالعكس. عمتش لا شو قلتي عم؟ ما تحب خلفة البنات. ما تحب خلفة البنات. شويه شويه. بحيث نور تقول اريد اخت تقول ايش سكتي لا ليش عمي ليش مو البنات يعاونوك؟ دائما البنيه تصير حبيبه امها، اكيد انت بمثابه امها، يلا هنا قال اريد 2 ب2. اي روحي على وانت شو تقولين؟ ماكو يعني. بس 3؟ انتهي الموضوع عندي انتهي الموضوع عندك؟ هو شوف هو المسؤوليه على منو الاكثر؟ هو صح اوكي الاب موجود وهاي زين. بس المسؤوليه كلها براسي. خلي المايك قريب عليك. أي. زين من تقولي لي انت كلام منو اللي راح يصير؟ كلامك اللي راح تبقون على 3 لو كلامه اللي هو يقول على 4؟ طبعا اني كلامك يا اخوانا؟ لا أنا. اللي يبخ الثاني اكثر من بين هو مسيطر مو ام حسن. انا برايي تنسحب. لا لا غش الفخر. زين ادري. انت شفت ان انا مسيطره. تعال ابو حسن تعال. مسيطرة انت ومبروك عليك الجائزة الثانية من برنامج طباخ خير، والله يقدرنا على فعل الخير. بس شوف ماكو شيء يعني سلامات. ظهر راح تكون على الثلاثة ما. ربي يحفظكم، ربي يحفظكم ويسعدكم. الله ان شاء الله الزوجون حسن واخوة حسن يشوفون اولادهم. شكرا. تحبون تقولون شيء لبرنامج طباخ خير؟ طبعا فرصه كل السعيده ان شفناكم. احنا لا سعدك. الله يخليكم، ان شاء الله نبقى متابعين للبرنامج. تحياتي لكم ابو حسن الغالي. ان شاء الله نتمنى للبرنامج هذا النجاح الدائم والاستمراريه وفرصه كلش حلوه. تحياتنا لك ابو حسن وربي يسعدكم. اذا من عائله ابو حسن ومن ام حسن الاقوى طبعا، خلينا نشوف يا عائله راح نلتقي بيها وبرنامج طباخ خير والله يقدرنا. جو رائع ربيعي. حبوبك عائله واقفه هناك على محجر، خلينا نشوفها. تعال تعال تعال. السلام عليكم، شلون الصحة؟ برنامج طباخ خير من قناة الرشيد. اهلا وسهلا، حياكم كل الهلا. قناة الرشيد الفضائية هدايا وجوائز. شكرا. تشاركون؟ ايه طبعا. أسئلة حلوة. خل احكي لك ام ايش؟ ام علي. ام علي ابو علي. كلنا ابو علي وام علي، ربي يحفظكم ويخليكم. ابو علي وام علي. فقرتنا هي عبارة عن أسئلة ما بين المتزوجين. نعم. يعني انتم اثنيناتكم متزوجين عندما تتحدون اكيد تشكلون قوة. طبعا. وخلينا نشوف ما بين امرأة أو عفوا فتاة أو شاب ما متزوج، نشوف اللي يجاوب على الأسئلة. أنتم لو هي من الأقوى تتصورون، المتزوجين لو الشباب؟ طبعا المتزوج عنده تجربة أكثر. صح صح اي صح. أعتقد يعني المتزوج أكثر حلو الرجال. حلو. أنا بين ما أشيك معلوماتكم راح أسألكم كم سؤال، راح أطلب من الكادر إنه يشوفوا لنا أي شاب موجود حبوبي، أي شاب موجود، أي شابة تجي تكون منافس لهم، وخلينا نشوف من راح يربح الجوائز. أنتم لو هي. ماشي شباب شوفوا لنا. هي الكلمة الطيبة صدق، لكن مو هذا الكلمة. لا ها المتسابقة عاشت ايدك. اعطوني المايك شباب الثاني حتى نتعرف على المتسابقة اللي راح تنافسيهم. معلوماتكم لحد الآن انتم ما جاوبتوني، لكن ما بدت المنافسة. الاسم؟ زينة. زينة. زينة متزوجة لو لا؟ لا. لا ما متزوجة. زينة حلو. زينة راح تكونين منافسة لهم، راح نسأل أسئلة. خلينا نشوف عائلة أبو علي طبعا، أختي أم علي وزينة. خلينا نشوف طباخ خير وقناة رشيد الفضائية. سؤال مشترك راح يكون لكم. يلا هاي. السؤال الأول إلك. تفضل. لو اجى يوم وزوجك أبو علي ما عنده فلوس، ايش راح تتصرفين؟
قرب المايك. احاول اساعده قدر الامكان، يعني ارجله على طريق حتى نتواصل ونفك المشكله نفتح. حلو، تساعدين. اساعده. عاشت ايدك. خلينا نشوف، اكيد الكادر راح يعرف منو هو جوابه صحيح راح يربح الجائزه. ام علي هذا كان جوابك. خلينا نشوف البنيه اللي متزوجه وما عندها تجربه شنو راح يكون جوابها. لو كان رجلك الاسم زينه مو؟ زينه. لو كان زوجك المستقبلي ما عنده فلوس، شنو التصرف اللي تتصرفيه وياه؟ يعني اكيد حتحمله. تحملين ايه زوجك؟ طبعا، خصوصا اذا يعني بمثل مواصفات ابو علي يعني. يعني شلون مدام؟ يعني الله يخليكم طبعا اذا نفس مواصفاته بس يعني. تعيشي وجهك على الكاميرات حتى نعرف شلون يعني مواصفاته شنو بعد؟ ما وقور. تعرفي حتى مواصفاته. لا كتاب مبين من عنوانه. يعني انت تفضلين انه زوجك ايه ما المستقبلي يكون ما احب الشباب نهائيا. ما تحبين الشباب نهائيا. حلو، كل من حرب دوله. وقور مبين يعني ما شاء الله محترم فد شيء الله يخليك. اذا كان زوجك مثل ابو علي قصدك تتحملين طبعا حتى لو ما عنده فلوس. اكيد. جواب شوف منطقي. وجهه الصبح كافي. حلو، عاشت ايدك. عاشت ايدك. السؤال الثاني واللي يقول ليش ام علي؟ طبعا. شو رايك بجوابها بالبدايه؟ والله ما اعرف يعني هسه هي شنو قصدها من هاي الحكايه. ماشي خلينا ننتقل للسؤال الاخر اللي يقول يلا يعني لو اهلك كانوا بكف وزوجك كان بكف، مع منو انت توقفين؟ مع اي كفه؟ في يعني مشكله معينه. مشكله معينه انا وقفت ويا الحق يعني. ويا الحق. ويا الحق. يعني لا ويا رجلك ولا ويا اهلك؟ لا اذا كانوا اهلك على حق راح تكوني ويا اهلك؟ طبعا على ويا اهلك. لان الحق ما ينزعل منه. عاشت ايدك. هذا جوابك. اكيد الكادر راح يعرف الجواب صحيح لها. لو خلينا نشوف زينه ايش راح تقول. زينه، اذا كان رجلك المستقبلي بكفه وزوجك او اهلك بكفه، مع من تكونين انت؟ والله اكيد ويا زوجي يعني. ويا زوجك؟ اي يعني حتى لو كان بالمثل مو على حق. لا هو اكيد يعني ما ادخلهم بكل الخلافات. بعدين اذا هو انسان مثل يعني باعتبار انه انا دا اريد مواصفات نفس ابو علاوي، فاكيد يعني انت ما اعرف ليش لا ركزتي على ابو علاوي. انا اريد نفس المواصفات. طبعا هو خلى قلت له مثل والدك عادي أكيد. بس انت المواصفات لا العمر الجاي مو فرق. تعطيها. العمر مو فرق ترى ما يحكم. يعني العمر مو معيار عندك؟ ابد. لا يقول انا افضل الرجل كل ما كان اكبر كل ما كان ناضج وعاقل. هاي عقيدتك انت هالشيء. اكيد. رايي فطبعا حختاره هو يعني. زين، يعني راح تختارين رجلك. اكيد. زين، انت قلتي ابو علاوي؟ ابو علاوي الله يحفظه ويخليه. يعني ما هو ابو علي. ابو علي. ابو علي. يعني قصدك علاوي. لا مو هي جايه تدلع شويه. آه. يعني حقيقه غثيتيني انت بهاي لا مريض ما غثى. مريض ما غثى. لا خلي اقول لك، هو البشر من يريد يسالونه السؤال يجاوب على السؤال. اي خالة جاوب. هسه انت عرفتي الموضوع وكلمتي بابو علي ابو علاوي. يلا عادي يا عادي. الله يحفظه ويخليه. السؤال الاخير او قبل الاخير، لو زوجك في يوم من الايام مد ايده وضربك؟ طبعا انا ضد هاي الفكره، الرجال يضرب المراه. ما اتقبلها. ما تتقبليها؟ لا. ضد انه وانت كنتي على الحق ما تقبلين انه طبعا يضرب. لا اذا ما عندي اي اشكال. ضد انه فكره الضرب انت؟ طبعا. زين زينه، بس مو زينه على كلام. زينه، اذا رجلك او زوجك في يوم من الايام ضربك ومد ايده عليه، هو حر يعني رجولته دي يعني طبيعي. يعني هاي صدق تحكيها انت؟ اي يعني تقبلين رجلك يضربك؟ اذا يعني نفس ابو علي اكيد. مرة ثانية نفس أبو علي؟ لا الله يخليكم احنا ما نقول شيء. لا يعني مو إذا نفس أبو علي انت جاية يعني تقول يعني من حقه يعني. يعني نفس ابو علي اذا كان اذا زوجي يضربني شكو بيها يعني. اذا نفس ابو علي عادي. بس حقيقة انت مسختيها فد مرة. لا يعني لا مو هي طلعت من الموضوع ودخلتنا بموضوع ثاني، وما احب هاي الشغلة كلها يعني التصرفات مالتك.
هسه ما احنا اعرف. بدنا نقول الله يخليكم. واذا قلتي الله يخلي يعني انت جايه الشيء الحلو يذكر لا لا اسمعي بس اسمعي لا بس حبيبي. لا بس اسمعي اليوم بس. حبيبي. لا لا بس اوقف لا لا بس بس دقيقة هذا مقلب. لا دقيقة والله لا بس اسمحي لي بس اسمحي لي اسمحي لي لا يعني هو ما هو ما يقدر تحكين عليه. هذا مقلب هذا جيبوا الهدايا الجوائز شباب. هذا مقلب. تعال بوسيم هذا مقلب يكون 200 سنة. هذا مقلب دقيقة. هي من ضمن الكادر. احنا ردنا تعال ارجعوا مكانكم. ردنا نختبر صبرك. ردنا نختبر. ليش دستوا ام علي؟ طبعا اغار عليه. ربي يحفظك. لا بس يا شو اسمه ابو علاوي. لا قرب المايك عليش. مكلبه بيه ابو علاوي ما ابو علاوي. شو عرفتش ابو علاوي تيك مو طول الجوائز. ربي يحفظه ويخليه لك. ربي يحفظكم. شكرا ويخليكم. شكرا. وربي يسعدكم. كل الهلا. كم ولد عندكم انتم؟ احنا عندنا 6. ربي يحفظهم ويخليهم. شكراً. تحياتي لكم تسلم. علاوي. الله يخليك. نعرض الحلقه لو لا؟ تحياتك. نعرض. مشكورين أي. على الخطوات الحلوة. كل الهلا. الله يسلمكم. كل الهلا. تحياتي لك. الله يستر عليكم. تحياتي. اذا من عائله ابو علي. ردت تعرف اسمها صحيح زينه؟ صحيح اسمها زينة. أيوة. تحياتي لك. ام علاوي وابو علاوي. خلي نشوف فيها عائله راح نلتقي بها وشنو راح تكون ردة فعلهم. تعالوا وياي برنامج طباب خير. والله يقدرنا على فعلهم. O no, ya no puedo respirar sin tu amor, baby, tu amor. السلام عليكم. عليكم. قناة الرشيد برنامج طباب خير هدايا وجوائز يا اهلا وسهلا. واسئله أهلا وسهلا وفشات بك. حلوه بسيطه تشاركون بها. شارك. ابو ايش؟ ابو سيف. ابو سيوفي. ام سيوفي اختي شلون صح؟ شلون الامور؟ سيوفي اكيد. هذا طبعا سيف. سيوفي تعال سيف. تعال وياك سيوفي. تعال حلوه عروس. لارا كل الهلا. لارا اكبر من سيف. اي نعم. لارا اكبر. ليش مو ابو لارا؟ هي الماشيه ابو سيف. الماشي ابو سيف. وهي ام لارا صح ولا؟ صدق؟ إيه. وهي الماشي عليهم لارا. ام لارا. ربي يخلي لك لارا ويخلي لك سيوفي وربي الله يحفظك. يحفظك. حلو. مسابقتنا هي عبارة عن اثنين من الزوجين اللي هم انتو ابو سيف. نشوف انتو اقوى لو بنية شابة او ولد شاب معلوماته اقوى. من يتحدون الزوج والزوجة تكون معلوماتهم اصح لو من نجيب شابة او شاب تكون معلومته اقوى. انت شو تقول؟ من يتحدون الاثنين اقوى؟ طبعا. طبعا اكيد اقوى. شو تقولين ام سيف؟ طبعا اقوى. قربي هيجي. حلو. يا ابو سيف صيري عاشت هيجي. يعني اقوى الاثنين من يتحدون. نعم. طيب كادرنا شبابنا اريد تجيبون المنافسه راح تكون لكم بنيه او ولد شاب واسال اسئله نشوف منو الجواب اصح ومنو الجواب قريب الى الواقع والى المجتمع. متفقين؟ نعم. الجواب صح راح يحصد جوائزنا. نعم. شباب خلوا الكادر يجيب لنا اي شاب او شابه موجوده بحدائق الزوراء بينما اني راح اسالكم بعض الاسئله المعلوماتيه اشوف معلوماتكم بها. Tú saciarás mi sed. No, 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 صحيح. عاشت ايدك الدمعه. متسابقه شباب عاشت ايدك. المتسابقه راح تنافسين عائله ابو سيف. الاسم؟ زينه متزوجه لو بعدك؟ ربي ان شاء الله يسعدك وان شاء الله الحياه السعيده مستقبلا. تحياتي لك زينه. عائله ابو سيف واختنا ام سيف راح يكونون مسابقين او منافسين الك. من اللي راح يربح الجوائز؟ انت لو هم؟ خلينا نشوف. الشابه العزباء الحياه العزوبيه معلوماتها اقوى لو المتزوجين من يتحدون هم معلوماتهم اقوى. اوكي ابو سيف ام سيف؟ جاهزين؟ نبدي للسؤال الاجتماعي الاول واللي يقول لك ابو سيف لو رجع بيك الزمن لورا. خلاص عاد لي فوق. لا
لو رجع بيك الزمن لي ورا قبل ما تتزوج اختنا ام سيف وشفت فتاه مثل الله يحرسك اسم نسيت زينه. انا عندي زهايمر النصر زينه. شفت بنيه مثل زينه بعد ما سالت عن اخلاقها وكذا وهاي كشكل تريد تجاوب على التليفون ماكو مشكله. كشكل يعجبك يعني تخطي خطوه الزواج مع هكذا شكل او ديزاين؟ قبل. نعم قبل ما تتزوج ام سيف. عادي. يعني شنو عادي؟ يعني اوكي؟ اوكي. حلو. السؤال ليش تضحكون؟ ترى شكلي ورا ما سأل على الاخلاق وعلى ام سيف شو تقولين انت؟ جوابه. يعني قبل مو هسه. نعم؟ قبل مو هسه. لا هو قبل، شو تقولين انت جوابه؟ قبل. ها؟ عادي. قرب المايك شنو؟ لا عادي يعني. عادي ماكو مشكلة. اوكي نجي على السؤال الاجتماعي. لو قبل ما يخطب ام سيف وتقدم لك مثل ابو سيف شو تقولي؟ مثل ابو سيف؟ اي هيك عيونه خضر يعني وشواربه صفر ما شاء الله. عين عليه بارده طبعا. اكيد ماكو خشب كان لقينا. اقبل طبعا. صدق هاي الشجره موجوده. هسه ها تقبلين مباشره. اكيد. شو رايك بجوابه؟ حقها حلو. يلا نبدي بالسؤال الثاني. اذا انتم ثلاثكم جوابكم نقول جوابكم ثلاثكم صح، يعني انت تقول اوكي هي تقول اوكي. ما انحسمت الجائزه لمن. السؤال الثاني بس خليك يمه. لو اجى يوم وزوجك ما عنده فلوس، الك هذا السؤال، هسه الكره بملعبك. شو تسوين؟ نهائيا ما عنده فلوس. عادي اتحمل ويا اصلا. تتحملين؟ حياة كل شيء بيها. الحياة كل شيء بيها، على الحلوة والمرة؟ على الحلوة والمرة. حلو عاشت ايدك. لو كان زوجك المستقبلي ما عنده فلوس، هنا شوي تقربي حتى. زوجي المستقبلي اذا يعني باكر عقبه ان شاء الله ربك. ان شاء الله الله يرزقني بشخص مثل ابو سيف. اتحمله طبعا، شوفت وجهته يعني قصدك مثل ابو سيف؟ مثله اكيد. يعني ما تقصد شيء يعني مثل ابو سيف نفس زين شو يعني وين عرفت يعني مثلا ابو سيف يعني؟ ما اعرفه بس الكتاب مبين من عنوانه يعني مبين ما شاء الله شخص بشوش وخلوق بعد ابتسامه. ربي دائما مبتسم. ابو سيف وتضحك شيء عليه بعد. ابتسامته كلش حلوه، علامه الخجل على وجهها. يعني قصدك خجول انت خجول ابو سيف؟ كلش خجول دائما؟ يلا شنو رايك؟ جواب منو صح؟ جوابك لو جواب؟ لا جوابك صح؟ ماشي. السؤال الثالث واللي يقول لو اهلك بكف وزوجك بكف في مشكله معينه توقفين مع اهلك لو مع زوجك؟ لا مع زوجي بس ابقى وياه واقنعه واحاول ارابط طرفهم. يعني حتى لو زوجك على خطا واهلك على صح؟ احاول وياه اقنعه. حاولي تقنعي تقولي اهلي على صح. اي على صح. يعني توقفين مع الحق مو مع زوجك. ايوه امشي وياه. مع الحق لو مع زوجك؟ مع زوجي واحاول اقنعه على الحق واقول له اهلي مو غلط. حلو عاشت ايدك. وابقى وياه. حلو عاشت ايدك. لو كان زوجك المستقبلي ان شاء الله يا ربي وكان بكف اهلك بكف في مشكله معينه مع من توقفين؟ اللي هو مثل ابو سيف. ما اعرف انا لا يعني مو احنا انت لا تجيب ابو سيف لا هو فرصه يعني اللي هو مثل ابو سيف اكيد اوقف وياه بدون مناقشه يعني. حق باطل بدون مناقشه. توقفين وياه طبعا. لان مثل ابو سيف يعني بدا افتي. طبعا مو يعني هو شوف هو كل انسان حاط بباله يعني فد شيء. فيعني فارس احلام او فتاه احلام هيك شيء. حلو. السؤال الاخر يقول كم طفل عندكم؟ ثلاثة. خلص 3 اطفال؟ الحمد لله. يعني تتمنين يكون عندك 4 5 لو خلص 3؟ لا الحمد لله. 3 خلص؟ هو هذا الرقم اللي تشوفيه مناسب؟ اي الحمد لله. 3 اطفال قررنا هيك شيء. حلو. خلينا نشوف زينة مو زينة قلتي لي؟ زينة لو زوجك المستقبل بعد ما تتزوجين ان شاء الله ايش قد تتمنين يكون عندك اولاد؟ والله هو الزوج اللي راح اخذه اذا يشبه ابو سيف يعني نفس هاي المواصفات عيون شعر وهاي فاكيد يعني اطمح انه اخلف فد درسن يعني.
درزن؟ اي طبعا شلفتي بابو سيف ما عندك غيره. شنو مثل ابو سيف مثل ابو سيف؟ شو يعني ليش عجب مثل ابو سيف؟ قصدك ابو سيف ما تلقي مو هو نفسه يعني. مو مثل ابو سيف. بعدين هو اكيد مو دا يقول اني لو رجع بي الوقت دا يقول ايه دا يقول ايه ابو سيف يقول إيه؟ ابو سيف زين ماشي يعني درزن درزن طبعا لا يطلعون هيك حلوين. ام سيف ما اعرف انتهت الاسئله وجواب جوابها يمكن اكثر شو تقول جواب صح لا جواب؟ لا جوابي بس هي كلبت ابو سيف ابو سيف مثل ابو سيف عادي. انت روح الزوجة عادي تشوفين شيء ايه روح الزوجة اكو لا، اكو شباب هواية ما تلقي مثل هذا. هذا زوجة ابو اطفال ربي يحفظه ويخليه لك يعني شلون ما تلقى مثلا ما تلقى. مرات اللي يخلق من الشباب